السلام عليكم، مرحبا بكم في القناه. ان شاء الله تكونوا كاملين بخير وانتم كتفرجوا في هذا الفيديو. الوصفه ديالنا ديال اليوم اللي هي عباره عن بنانا كب كيك او اللي نصوري كب كيك بالبنان، اللي صراحه كنحيروا في الوصفات ديال البنان، ما كندخلوش بزاف في الوصفات، فهذه فرصه، وخاصه البنان اللي كيبقى شايط لينا، كيبقاو شي جوج ولا ثلاثه ضروري ما كيبقاو يدوروا علينا، كيطيبوا بزاف ما كنعرفوش شنو نديرو بيهم. الا كان البنان كتير فهذه في البدايه نقولها لكم، الا كان عندكم بنان كتير حاولوا تقطعوه وديروه في بلاستيكه مع واحد العصره ديال الحامض وخشيوه في الفريزر اولا في المجمد، لو كان اللي بغيتو ديروه في عصير اولا خليوه حتى يطلق وديروه بحال هذه الوصفه هذه اللي غادي نعطيكم، اللي جدا ساهله وزوينه بنينه البنات، بصح نيت كتجي بنينه. الوليدات الصغار وحتى الكبار، علاش لا، اكيد انا متاكده غتعجبكم. صوبوها في نهايه الاسبوع، دائما كنجيكم مع مع الويكاند. فمهم بالنسبه للمقادير كيف ما كتشوفونا غادي نخليها لكم مكتوبه هنا قدامكم، اللي بغيتو تصوروها وتخليوها عندكم اولا غادي نخليها لكم في صندوق الوصف. المقادير جدا سهله وبسيطه. كيف قلت لكم كنحتاجوا البنان اللي كيكون هكا شويه طايب. عندي واحد 125 مليلتر ديال الزيت نباتيه، 120 غرام ديال حبيبات الشوكولا اللي وريتكم كيكونوا صغيورين، فكاين مكبر منهم فهادو صغارين، يمكن لكم تعوضوهم بالقرقاع مهرماش او شي حاجه اخرى، غير هو الشوكولا كيجي فيهم احسن وزوين بزاف. عندي 100 غرام ديال السكر سنيده، واحد 12 غرام ديال خميره الحلوى ما يعادل خميره ونص من وزن 8 غرام. عندي 3 غرام ديال بيكربونات الصودا، علاش قلتها لكم بالغرام باش هكا يعني تجيبوا العبار نيشان، غير الراس ديال المعلقه صغيره البنات، يعني المعلقه صغيره كديروا غير داك الشويه غير القدام ديالو ديال المعلقه، يعني ما تكتروش. واحد رشيشه ديال الملح وثلاثه ديال البنانات اللي كيكونوا طيبين كيف ما كتشوفوا. وعندي جوج بيضات اللي خرجتهم من قبل من الثلاجه. وعندي الفاني يا اما السائله او البودره، ديروا اللي بغيتو على حسب شنو متوفر عندكم. فبالنسبه للسائله البنات راني كناخذها من كروغر، هذا هو الشكل ديالها، انا غادي تشوفوا ان شاء الله، راه غادي نوريه لكم. وكان لكم انكم ديروا يعني مسحوق الفانيلا، لكم الاختيار. فحتى هذه مزيانه، ديما كنوريها لكم باش هكا لا كانت عندكم صعوبه فاش تلقاو الفاني تعديو بهذه، فهي غير ايميتاسيون يعني ماشي حقيقيه، ولكن راه هكا تعطي النكهه. وغادي نحتاج 210 غرام ديال الدقيق اللي كيكون ممتاز. فهاد الشيء اللي كاين. وبالنسبه للكويغطات البنات اللي غادي يسولوني عليهم، فكل واحد واخدها من بلاصه، الصراحه ماشي كلهم من بلاصه واحده. بالنسبه لهادو اللي غادي نستعمل انايا اللي هما بايضين وصغيورين، هادوك غادي نستعملهم في هاد الكاب كيكس. هادو انا فضلت نديرهم غير صغيورين، كيجيو هكا يعني ديال جوج دغيمات صافي هما سالاو. خديتهم من دولار تري، اللي البنات اللي في امريكا راكم غادي تعرفوه، راه كاين كيدخلوا للفران، يعني بزاف كاين اللي كيشوفوهم يمكن ما كيزعموش عليهم يستعملوهم، فغير استعملوهم راهم ما كيلصقوا ما حتى شي حاجه، مزيانين. وهذوك اللي كيكونوا من الكاغط ديالهم شويه قهوي، هذوك راهم البنات حتى هما كاينين في كروغر، في الجهه اللي كاينه فيها الاشياء اللي كتخص الحلوى، سكر كلاصي، دقيق، كلشي داكشي المهم كاينين في هذيك الجهه. انا كنشرح لكم كندير لكم بيدي زعما سيروا نيشان. فالمهم اول حاجه غادي نبدا بها ان شاء الله، غادي نغربل النواشف، الدقيق، الخميره، البيكربونات ديال الصودا والملحه. ونسيت البنات، غادي نهزو واحد شويه ديال الدقيق، غادي نضيفو الشوكولا غير واحد المعلقه قبل ما نضيف انايا الخميره والصودا والملح، غادي نهز واحد شويه ديال الدقيق، جهد واحد المعلقه ولا جوج، وغادي نزيدهم مع الشكلاط ونخليهم على جنب باش مني نضيفوهم للخليط ما ينزلوش لينا لتحت ويبقاو لاصقين في الكاغيط. فمهم هذه غير قلتها لكم في الاول، انا ما درتها حتى تذكرت من بعد فاش زدت الخميره وداكشي عاد تذكرت انه خاصني نزيد الدقيق. فكيف ما كتشوفوا غادي نغربل النواشف كاملين، عاد غادي ندوزو ان شاء الله نشوفوا السوائل شنو غنديروا بهم.
دابا كنكون شعلت الفران كنسخنو على 350 درجه فahrenheit اللي كتساوي 180 درجه مئويه سلسيوس. كيف ما شفتوا البنات خديت البنان معكتو واحد شويه، فما نحاولوش اننا نبالغوا في الخلط ديالو حتى كيولي لينا جاري واحد البيوري، فضروري كنخليو فيه واحد القطعات اللي كيبقاو باينين في لي كاب كيكس ديالنا. كيف ما كتشوفوا كنزيد على البنان كنزيد البيض سنيده والزيت والفاني كذلك، كنخلطهم كاملين مع بعض. عاد كنولي نزيد النواشف اللي فيهم الخميره والبيكربونات ومليحه والطحين بطبيعه الحال، كنخلطهم مع بعضياتهم. عاد كنولي نزيد الشوكولا كنزيد الشوكولا اولا الكركاع اللي بغيتو تزيدوه اولا تخليوهم غير هكا بلا ما تزيدوا حتى شي حاجه فيهم، غير هما حبوبات الشوكولا كيعطيو واحد التغيير، كيعطيو واحد الاضافه زوينه. هادشي اللي كاين. فنخلطوش ما نخلطوش بزاف، غير نحاولوا نشوفوا الدقيق منسجم فبركه نحبسوا. كناخذ الكويرطات ديالي كنستفهم. يمكن لكم البنات ديروا كيك واحد، يعني البنات اللي فيهم العجز وما قادرينش يبقاو يديروا بشويه يمكن لكم ديروهم كيك واحد اولا ديروهم ميني كيك اللي كيجيو بحال الشكل ديال المادلينات صغارين. انا فضلت نديرهم هكا يجيو فرديين، كيجيو حتى في المنظر زوينين وحلوين. فهادشي اللي كاين البنات، حاولوا ما تعمروش بزاف الكويرطات، انا كنقولها لكم ما تعمروهش بزاف. فهادشي اللي كاين كندخلو من الفران، ما كياخذوش وقت بزاف، يعني واحد 10 7 دقائق على حسب الفرن صافي. غير نشوفهم ان شاء الله تحمروا ونخرجوهم ونخليوهم يبردوا. في حين انهم كيطيبوا ان شاء الله البنات غادي نقادوا الكريمه العجيبه اللذيذه اللي كتجي فعلا روعه. ما عرفتش انا البنات واش مازالوا ما جربتوهاش بشي حاجه، انا متاكده غادي تعجبكم. المقادير ديالها غادي نخليها لكم في صندوق الوصف اولا الرابط ديالها في صندوق الوصف باش هكا ما نطولش عليكم في الفيديو يجي كبير. اضافه لي زدت على الكريمه هو زدت صلصه التوفي اولا صلصه الكراميل، حتى هي سبق وقديتها معكم بجوج بهم. غنخلي لكم الكريمه والطريقه ديال التحضير ديال الكراميل غادي نخلي لكم الروابط ديالهم في صندوق الوصف حتى تمشيو تشوفوهم. فصراحه الاضافه ديال الكراميل جات زوينه مع الكريمه، حتى هي كتماشى مع البنان. فلا بغيتو تضيفوها ما بغيتوش فاحتفظوا بالكريمه كما هي، او ممكن ما ديروش الكريمه كليا، لكم الاختيار. غير هما بالكريمه كيجيو واعرين كيجيو زوينين انا بغيتهم كيف صدقوا لي وكيف يعني استمتعت بالمذاق ديالهم، بغيتكم تجربوهم. فكيف ما كتشوفوا كنخلط الكريمه مزيان حتى كتوقف، يعني هاد الكريمه ناجحه وكتجي صادقه وشاده راسها ما كتحشمش. وحتى يعني في الفروستين اولا في شو سميتو في التشكيل ديالها، يعني في الاقماع وداكشي كتخرج من داكشي. اتمنى انكم تجربوها. فهادشي اللي كانوا الكريمه اولا الصوص ديال الكراميل عفوا كتجي حتى هي زوينه كيف ما شفتوا، يعني القوام ديالها كيفاش كيجي. على العموم انا الروابط ديالهم بجوج غنخليهم لكم في صندوق الوصف ان شاء الله. فنشوفوا البقيه ديال الفيديو. هادو هما لي كاب كيك ديالي كيف ما كتشوفوا من بعد ما خرجتهم من الفرن وجدت الكريمه. مني خليتهم كيطيبوا وجدت الكريمه وجدت الصوص ديال الكراميل بجوج بهم. غنخلي لكم الروابط ديالهم في صندوق الوصف كيف سبق وقلت. هذا هو الشكل ديال الكريمه كيف ما كتشوفوا كيف كتخرج زوينه في الشكل ديالها اولا في القوام ديالها، كتجي متماسكه وكتجي هكا دوك السنينات مبينين اولا الرشيمه ديالها كتجي باينه. بالنسبه للقمع البنات اللي غادي يسولوني عليه، انا استعملت القمع ديال الماركه ديال ويلتون، الرقم ديالو 2 دي. هذا هو الشكل ديالو. الا بغيتو تخرجوهم زعما الكريمات تحصلوا على الشكل ديال الكريمه بهذا نفس الشكل اللي درت انايا. فهادشي اللي كاين. بالنسبه للتزيين ديروا اللي بغيتو، غير انايا كتذكير اولا المزج ما بين الكريمه اللي درت والكاب كيك فيهم المذاق ديال البنان.
خديت الكراميل غادي نديرو من الفوق، وكذلك غادي نزين بالطريفات ديال الموز او البنان اللي كيكون مجفف يابس. بالنسبه للبنات اللي في امريكا وغادي يقلبوا عليه ولا غادي يسولوني، راه متوفر بزاف، كنشوفوه في وولمارت، كاين في كروغر، في جميع المحلات غادي تلقاوه يابس، كيكون هكا في خنيشات اولا كيكون بالعبار. فانا خديته هذا بالعبار، كيكون يتباع بالباوند. فهادشي اللي كاين، نتمنى انه ما يعجبوكم. كيف ما كتشوفوا هذا هو الشكل ديالهم، وتجربوهم البنات، روعه روعه، غادي يعجبوكم بزاف بزاف. هادشي اللي كاين، ما نزيدش نطول عليكم اكثر ما طولت عليكم. تهلاو ليا في راسكم. دائما وصفاتكم او تجاربكم للوصفات اللي كنحط لكم صيفطوها ليا في الانستغرام على حسابي الشخصي، دائما كنخليه لكم في صندوق الوصف او في المجموعه ديالنا اللي هي مطبخ اميره. وشكرا بزاف على التفاعل ديالكم، على كلامكم الزوين، وعلى ارائكم البناءه، وكل شيء لكم. فشكرا جزيلا لكم. نتلاقاو ان شاء الله في وصفه جديده وفي فيديو جديد، ونخليكم مع البقيه ديال الفيديو. السلام عليكم.